بهذا الفيديو راح نتكلم عن مباريات منتخبنا الوطني في الشهر الواحد من العام المقبل. قبل أن نبدأ لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا على دعمكم المستمر. منتخبنا الوطني سيلعب 4 مباريات ودية في بداية العام المقبل، وتحديدا في الشهر الواحد، وتم تثبيت موعد أول مباراتين، والمنتخبات الذي سيواجههم منتخب توغو ومنتخب الإمارات. طبعا البطولة الرباعية تم إلغاؤها بعد أن اعتذر منتخب إيسلندا من المشاركة بالبطولة. أيضا جاء إلغاء البطولة بعد أن طلب مدرب منتخب الإمارات بعدم إقامتها. وسيستضيف المباراتين الوديتين لمنتخبنا الوطني الإمارات العربية المتحدة. منتخبنا الوطني سيغادر إلى الإمارات يوم 6/1 للبدء برحلة الاستعداد لمواجهة منتخب توغو يوم 9/1، ولمواجهة منتخب الإمارات يوم 12/1. وسيغيب عن المباراتين الوديتين أهم نجوم المنتخب الوطني علاء عباس ومهند علي وبقية المحترفين. أكثر اللاعبين بالمباراتين الوديتين سيكونون من الدوري العراقي، وسنشاهد وجوه جديدة بالمنتخب، ولأول مرة يتم استدعائهم من قبل المدرب كتانيتش. هذا بالنسبة لمباريات المنتخب في الإمارات العربية المتحدة. وفي نهاية الشهر الأول وتحديدا يوم 27/1 سيلعب المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي في ملعب جذع النخلة في البصرة. أما المباراة الودية الرابعة والأخيرة لأسود الرافدين في الشهر الواحد وتحديدا يوم 31 قد تكون مع منتخب أذربيجان أو منتخب آخر في حال اعتذار أذربيجان عن الحضور واللعب مع المنتخب الوطني في أرض البصرة. وبهذا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم، فلا تنسون بدعمكم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة.